أني متعاركة أني أختي. الله يصلح بيناتكم. شنو هو السبب؟ هي أصغر مني تحديتني معناتها ما تحترمكش يعني. ايوه طردتني الله يهديها. سمعتني الله يهديها. حبت تعيط عليا وما قبلتهاش، وحبت تجيني وما قبلتهاش، وبلغت لي برشا حوايج باهية وسلام وكل شيء وما قبلتوش، خاطر راني كنت نمشي معاها مليح معناها، وقفت لها في وقت شدتها وفي كل شيء، حتى صحابي وصحابها ما صدقوش معناها اللي عملته لي. واضح، فهمتك. مانيش حابه قابلتها الجمله. شنو نعمل؟ يعطيك الصحة في السؤال. مانيش حابه نقابلها، مانيش حابه مانيش قابلتها. مش نجاوبك. اللي عملته لها في شدتها وفي وحدتها يربي ربي وقهو، ما نحبش نعاود. ربي يبارك فيك وربي يجازيك خير اختي راضيه. مش نجاوبك على السؤال الثالث. وحاولي الطبقي اللي مش ننصحك به باذن الله تعالى. ان شاء الله. نقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاف مع الاخت، وان كنت يعني انوه بخصالك في السؤال الاول والثاني، الا انني اخالفك واعاتبك اختي الفاضله. أعلم أنك قد بذلت الكثير في سبيل إعانة أختك وإسعادها والذود عنها، وقابلت هذا الإحسان بالإساءة في موقع أو موقف ما، ولكن هي أختك الآن نادمة، وحسب ما ذكرت تبحث عن فرصة لإصلاح ما بينكما. هنا أختي الفاضلة مش نذكرك بكلام الله، وانت بين اللي معدنك حسن وأصلك طيب وإنسانة تخاف ربي سبحانه وتعالى. ونحن في هذه الحياة مهما اعترضتنا من المشاكل والأزمات إنما نرجو دائما وجه الله، وإنما نرجو دائما مرضاة الله، ونتعاملوا بلغتنا التونسية. احنا نتعاملوا مع ربي، ما نتعاملوش مع العباد، حتى اللي يسيئنا نحسنوا له لين مرضاة لله واستجابة لأمر الله. فربنا جل وعلا يقول إنما المؤمنون إخوة، ويقول ربي سبحانه وتعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ربي أمرنا باش نكظموا غيظنا وباش نعفو عمن أساء إلينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أن تحسن أن تعطي من حرمك. اسمع يا أختي الفاضلة، أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عمن ظلمك، وأن تحسن إلى من أساء إليك. شوفك المقامات العالية. ولذلك رب العزة والجلال يوم القيامة في أرض المحشر مش ينادي منادي، ايش يقول ماذا يقول هذا المنادي؟ قال من كانت له حاجة عند الله فليقم. شكون عنده حاجة يقوم، وحتى حد لا يجم يقوم إلا بإذن الله وإرادة الله. قال فيقوم العافون، اللي كانوا قلبهم كبير ويتجاوزوا، وناس عندهم الحلم ويكظموا الغيظ ويسامحوا الناس ويعفون عن الناس. ينعم. قال فتقوم زمرة فينثر الله عليهم من ألوان النعيم، يعني ينعم عليهم نعيم كبير. شكون الناس تسأل تقول هذا شكون، من هؤلاء؟ فيقال لهم هؤلاء الحمادون، هؤلاء العافون عن الناس، هذوما الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، جزاء تسامحهم وعفوهم وقبولهم لمعذرة المعتذرين، هذا جزاؤهم عند الله سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من جاءه أخوه متنصلا من ذنب، إذا واحد جاء أخوه رجل ولا امرأة ذكر أو أنثى جاء معتذر متنصلا من ذنب، معترف بالخطيئة متاعه ناوي الإصلاح، قال فلم يقبل معذرته، إذا ما سامحوش وما قبلش معذرته لم يقبل الله له معذرة يوم القيامة. اللي يحب ربي يعفو عليه يزمو يعفو في الدنيا، واللي يحب ربي يتوب عليه يزمو يتجاوز عن سيئات الناس في الدنيا. ولذا أنا بما عهدته ولمسته فيك أختي راضية من دماثة أخلاق ومن حسن أدب ومن إيمان ثابت وراسخ، كوني أنت أرقى مقاما، وتجاوزي عن إخلالات أختك أو إساءتها، واسمحي لها بالعودة إليك، وتجاوزي واصفحي عما بدر منها، لعل الله تعالى أن يرفع بذلك مقامك عنده يوم القيامة. هذا أمر الله إلينا،
وهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. قال عليه الصلاة والسلام: ترفع الأعمال إلى الله تعالى كل اثنين وخميس. قال إلا اثنان، زوز اثنين ما ترفعش أعمالهم. شكون هما؟ يقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. شكون هما؟ المتشاحنين، اللي متقاطعين ومتباغضين وما يحبوش بعضهم، هما ذوي رحم وعندهم صلة القرابة والرحم. ولذلك أنصحك أختي الفاضلة أن تقبلي معذرتها، وأن تتجاوزي عن سيئتها وخطيئتها، وأن تكوني أوسع صدرا وأكبر قلبا وأثبت وأنقى عقلا، ولكن احتسبي كل ذلك لله تعالى، فسيجازيك ربنا جل وعلا أوفر الجزاء.